ولا شو زعلان مني ولا شو عيونك إني بلشوا بالظلم أنا بدك ترجع ولا شو زعلان مني ولا شو عيونك إني بلشوا بالظلم خليك طيب معي رجعلي وقلي رجاعي خليك طيب معي رجعلي وقلي رجاعي عقلبك رد الواعي ومن طيبة قلبي تعلم يا أخي إيه تعلم بدك ترجع ولا شو زعلان مني ولا شو عيونك إني بلشوا بالظلم والباقي أصلا بدك تنسى ولا شو أنا جرحتك بالله شو عيونك هني بلشوا بالجرح والجرح معلم بدك تنسى ولا شو أنا جرحتك ولا شو عيونك مني بلشوا بالجرح والجرح معلم هو كرمال عين الوفا ارحمني وحاجي جافا كرمال عين الوفا ارحمني وحاجي جافا وإن كانوا فيك انطفى الإحساس كيف بدك ترحم يا أخي إيه ترحم بدك ترجع ولا شو زعلان مني ولا شو بلشوا بالظلم والباقي أصلا بدك ترجع ولا شو زعلان مني ولا شو عيونك هني بلشوا بالظلم والباقي أصلا بدك ترجع ولا شو زعلان مني بالله شو ولا شو بدك ترجع زعلان مني عيونك هني بلشوا بالظلم والباقي بدك ترجع ولا شو زعلان مني بالله شو عيونك هني بلشوا بالظلم والباقي أظلم بدك ترجع ولا شو زعلان مني ولا شو مني بلشوا بالظلم والباقي أصلا هو خليك طيب معي ارحمني وقلي رجاعي خليك طيب معي رجعلي وقلي رجاعي عقلبك رد الواعي ومن طيبة قلبي تعلم يا أخي إيه تعلم بدك ترجع ولا شو زعلان مني ولا شو عيونك هني بلشوا بالظلم
بلشوا عيونك هني بلشوا بالجرح والجرح معلم. بدك تكسب ولا شو؟ أنا جربتك بلشوا بلشوا بالجرح والجرح معلم. وكرمال عين الوفا ارحمني وحاجي جفا، كرمال عين الوفا ارحمني وحاجي جفا، وإن كان فيك انطفى الإحساس كيف بدك ترحم يا أخي إيه ترحم. بدك ترجع ولا شو؟ زعلان مني بلشوا بلشوا بالصوت والباقي أصلا. بدك ترجع ولا شو؟ زعلان مني بلشوا بلشوا. ربيت ع أغانيه، بنت بتعرف إنه بصوتها في كرة أوف بتهدر، بس ما بتعرف لوين بتودي. وهو أحد رواد الأغنية اللبنانية، كان بالنسبة لنجوى كرم مثال العطاء والكرم. سمير يزبك. سمير يزبك اسأل علي الليل. سمير يزبك زينة لبست خلخالة. سمير يزبك خدني معك ودقي يا ربابة. سمير يزبك منشوفه بصفحة من أيام العز. سمير يزبك من رواد الأغنية والمسرح الغنائي بلبنان من مطلع الستينات حتى اليوم. بالغربة ما فيك تعيش ولو بتشك براسك ريش. صوت نادر، قوي، حنون، إحساس فني عميق، بيأدي المواويل بطريقة خاصة وكل ألوان الغناء الشعبي اللبناني. يا مين عاشحاد يهديني. بدأ مع الأخوين الرحباني بالبعلبكية وجسر القمر، وأخذ فرصته الحقيقية سنة 1963 مع روميو لحود من خلال مشاركته بالشلال ضمن مهرجانات بعلبك الدولية. شو عم تغزلوا انتو رجالك؟ جاي تودع صاحبة هالعيد. وانطلق سمير يزبك برحلة نجاح، فغنى بكل أعمال روميو لحود قبل بداية الحرب، ومنها العواصف والقلعة ومين جوز مين، استعراض، موال اللي استمر 11 شهر على مسرح الفينيسيا، ومسرحية الفرمان من كتابة نادية تويني. يا ليلى دارك هالدار داري لكل الزوار، خلي رجال التعبانين بفيت قصرك مرتاحين. وعدني انك جاي ضيف وما تتعدى رجالي، وعدني انك جاي ضيف وما تتعدى رجالي. يشهد علي هالسيف وهبة قصرك هالعالي. بالسينما شارك بعملين وما كان لهم ثالث، الصحافية الحسناء مع إغراء، وحبيبتي مع فاتن حمامة ومحمود ياسين. دقي 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 يا ربابا. على مدارج بعلبك والأرز وإهدن ودار الأوبرا بإيران وحدائق حمورابي بالعراق ومسرح الفينيسيا وبليالي الشوق، غنى سمير يزبك أغاني ومواويل ما طواها الزمن وبعضها من ألحانه. الزينة لبست خلخالة وصارت تتباهى بحالة. دخلك يا حلوة بردين، موجوع، الزينة لبست خلخالة، حني حني يا حنوني، اسأل علي الليل. اسأل علي الليل. ومين ما سأل عن سمير يزبك فهو بعده من فرسان الأغنية اللبنانية ورح يبقى.
موجوع صار لي سنين وبقلبي لهيب، يمكن بسطر رماح أمن يدي. موجوع صار لي سنين وبقلبي لهيب، يمكن بصدر رماح أمن يبدي. لا مبصر ولا فرمشاني ولا طبيب كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أيادي الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب. كفرت بوجودي وصرت اتمنى المغيب عن أرض ما إلنا بسعادتها نصيب. صدفة التقيت بمغربي، صدفة التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المرطيب يابا. وصرت اشكيله من الأمر العصيب واتوسل وقله أنا يا سيدي معذب كئيب ضنا حالي. حسبني أنا ظالم، أنا مجرم رهيب، خنت النبي ومسمرت عيسى عالصليب. مش حق احمل هم الكون الرحيب يا عيوني. فرفك جبينه المغربي فرفك جبينه المغربي وفكره النجيب وقال لي يا ابني اسمع اسمع اسمع، أمرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب الطيب. بدك على شهرين تاخد الدواء ملعقة عالريق من ريق الحبيب يا سنة ال 71 تغنت في مهرجانات بعلبك. نعم. ألحان الأخ الحبيب روميو لحود والمرحوم الله يرحمه عصام رجة، وكلمات روميو.
اذا نحن هالقد بتعني لنا هالغنيه، شو بتعني لك لإلك؟ لوين تاخدك؟ ويلي ويلي بنحب ويلي تاخذني وقت حبيت مرتي. غنيت لها اياها؟ طبعا ضليت 5 سنين غني لي اياها وبعدين خطفتها. قال لك ايه؟ عملت مفعوله مش انه هيك راحت. النجوى شو بتعني لك ويلي ويلي؟ وين كنت بوقتها؟ مش بس ويلي ويلي، طبعا ايام المدرسه كنا صغار وعينا على مدرسه الاستاذ سمير يلي انا بحبها كثير، وما بقدر اخبرك هذه الغنيه. قلت له اذا ما بدك تغنيها بدي ازعل كثير، دخيلك بحبها كثير. الغنية أخذت حقها، لكن سمير يزبك كان لازم ياخذ حقه أكثر من هيك بعد، بس هو عنده مشكلة الطيران. يعني نجوى بتقول قلبي بغرامك طير طيران، هو عنده مشكلة الطيران، بحب يسافر بس بالبر. لو بيسافر بالجو كان وصل أكثر. كان خرب قول لا. نجوى، اغاني سمير يزبك قد ايه بتعني لك، وخاصه موجوع اللي قدمتي له اياها كتحيه؟ لما غنيت الموال اكيد ما رح اديها احلى من صاحبها. هو موضوع لما بنغني شيء لحدا هو من محبتنا بهالانسان بهالمطرب الكبير يلي انا بحبه يضل موجود معنا بصوته بحضوره باغانيه. شو الجرأة اللي عندها انه غنت موال؟ لا بدي اقول بلقت عن لحديث استاذ سمير مساحه الموال هالقد يعني معروف استاذ سمير انه اللي بده يغني له شيء بده يكون عنده كثير قرار وبده يكون عنده الجواب. يعني اسم الله عليه من المطربين النادرين يلي بيتوفر عنده كثير القرار من دون ما يخسر الجواب والعكس. فهيدي قدرنا على قدنا مثل بيقولوا كيف غنينا موجوع. هي لا قراري ولا جوابي، هو قلبك الحلو الكبير اللي خليك تغني هالموال. لا من محبتي لمدرسته الصراحه والمدرسه اللبنانيه الاصيله يعني. بعد موجوع فتح سمير يزبك باب الذكريات